يا مساء الورد. اليوم بإذن الله تعالى بسوي معاكم أحلى سندويتشات بنكهة مكسيكية. وصفة مرة سهلة وسريعة ولذيذة في نفس الوقت. نشوف الطريقة. نبدأ عندي بالبهارات. هنا عندي بابريكا وعندي فلفل أحمر بودرة، وهنا عندي أوريغانو وفلفل أحمر مجروش، ثوم بودرة وبصل بودرة وشوية كمون وشوية فلفل أبيض بودرة وملح، وخلط المكونات وعلى جنب. هنا عندي تغميسة الدجاج، عندي زيت الزيتون وعصير الليمون وثوم مهروس والخردل، ملعقة من الخردل وملعقة من الخل وملعقة من الصويا صوص، وخلط المكونات كلها على جنب. هنا معايا صدور الدجاج مقطعتها شرايح رفيعة تكون، وأحطها على التغميسة وأخلطها مضبوط لغاية ما أتأكد إن الصدور الدجاج اتغطى بالتغميسة اللي معانا. وأحط عليهم 3/4 البهارات اللي معانا وربع أحطها على جنب، وأخلط المكونات الدجاج كلها على بعضها البعض مضبوط، وأغطي عليهم وأدخلهم في الثلاجة لمدة ساعتين أو ليلة كاملة. على صاجة حارة حطيت كمية حلوة من زيت الزيتون وأنزل عليهم الدجاج اللي معانا، وأتركهم من غير ما أقلبهم ولا شيء لغاية ما بدأ أحس إنه بدأ يتجمر من تحت. أبدأ أقلب الدجاج عندي لغاية ما يستوي الدجاج عندي تماما. استوى عندي الدجاج، نزلت الدجاج وحطيتها على جنب. هنا عندي البصل وعندي تشكيلة حلوة من الفلفل البارد. أحط عندي أول شيء البصل بنفس الصاجة وبنفس زيت الدجاج اللي معانا، وأبدأ أحمس البصل في البداية. بعد ما ذبل عندي البصل أنزل عليهم الفلفل البارد وأبدأ أحمسهم. باقي البهارات أحطها على الحمسة اللي عندي، جزء منها وجزء شوية أحط على باقي الدجاج اللي عندي، وأحمس المكونات كلها لغاية ما تذبل عندي الفلفل والبصل تماما. بعد ما ذبلت عندي الخضار أرجع الدجاج على الخضار وأحمسهم مضبوط. خلاص بكذا يكون عندي الوصفة صارت جاهزة. في الوقت هذا إذا حابين أضيف الفطر فيكم تضيفون فطر، فيكم تضيفون ذرة إذا حابين. أنا ما حبيت أضيف، أحبها بالطريقة هذه، وبكذا تكون عندي جاهزة. هنا معايا خبز مفروض، أو فيكم خبز الصاج براحتكم. حطيت عليها صوص الثوم إذا كان موجود، وإذا كان موجود فيكم تحطون مايونيز، وحطيت عليه كاتشب. حطوا الأشياء الصوصات اللي أنتم تفضلوا. حطيت من الحشو اللي معانا، فيكم تحطون عليه بطاطس، فيكم تحطون عليها مخلل إذا حابين. وبكذا يكون ساندويتش المكسيكي صار معانا جاهز. أقفل عليها وبكذا يكون خلاص جاهز ونقدمها. وصفتنا وصارت جاهزة وقدمناها، وهني وعافية.